يا عم انا قلت لك هخسرك زي كل مره، عدي بس عدي يا عم اقسم بالله انت اللي حظك حلو دايما. مفيش الكلام ده يا عم اللي مفيش الكلام ده والله انا لا بس يا عم اسمع يا عم، انت بتهمشني اول الدرجه دي؟ لطفي لطفي بص يا يا اسطى عم. بص ابص على. طب ماشي استنى انا بقى تعالى اروح بس كده. سيبني انا بقى اروح بقى، مش مكسب وخساره، ما تسيبني اكسب فيها حاجه. انا هروح واخلص. طب خد انت بس اهو. بس بقول لك يا انس، ايوه اتفضل. هو ده بكام؟ 5. 5. طب وده 5 برضه. برضه ب5؟ مفيش حاجه ب10 خالص؟ عندك حاجات تانية ب10؟ طب انت اسمك ايه؟ انت جاي تشتري ولا جاي تتعرض؟ طب هجيلك تاني ماشي. ايه ده؟ يا اسطى زي القمر يا اسطى، والله زي القمر. انت ما عندكش خبره بربع جنيه في اي موضوع تعامل مع بنت اصلا. عاجباك دي داخله دي ايه ده 5؟ لا ب5 مفيش حاجه ب10. ايه اللي انت عملته ده؟ انا زهقت منك كنت همشي، جالي ملل والله. ما طبيعي لازم تديك الوش اللي انت عملته فيك ده. ما عجبتني يا اسطى والله. ما عندكش خبره غير في الكوره بس، تغلبني في الكوره، ده اللي انت فالح فيه. بنت محترمه يعني، بس ما رضيتش تقول لي مقص. اسمها، ما رضيتش تقول لي اسمها يا عم. يا عم مصطفى غريب عرفنا. بص والله مصطفى غريب ماشي. ايه ماشي عايز ماشي. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انا عايز اروح انام. رحت انام؟ عايز طب ايه؟ انا عايز اجي العب في البلاي ستيشن ده بكره تاني. طيب خيشت بقى في الجامد ده. اسمع بقى، ايوه اسمع مني بقى. خلصانه مش هاجي معاك بكره نشوف القصه دي. هنيجي يعني بكره؟ هنيجي بكره وانا اللي هحاسب يا عم، حتى لو انا اللي خسرت مش طب يلا مشكله. بينا. ولا انا كسبت كده القرف. مش عارف انا كان مالي ومال الشوره المهببه دي والله. انا ايه اللي جابني اصلا معاه؟ يا عم انا قلت لك البت حلوه وبتاع، واحنا جايين نلعب بلاي ستيشن جنب المكان النهارده. يا حبيبي كرم والله انا عملت نفسي جدع معاك امبارح. مش عملت انا جدع معاك، بس انا عايز انام يعني، عايز انام. طب مش مشكله. بص طب ما تروح لوحدك العب مع اي حد جوه. انا اشمعنى انت جايبني اللي ليه؟ واقف هناك ده، اللي واقف هناك ده شكله اخوها، حاجه زي كده يعني. طب منظره ده ابوها مش اخويا. يا عم اسمع بس. انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا عايز انت تخش على المكان بقى وانا اسرق حاجه واطلع اجري واطلع انا الحرامي يا بقى. عم بطل شغل الافلام الهندي اللي انت بتفكر فيه ده. ما انت عايز ايه؟ احنا هنخش على المكان دلوقتي تمام؟ يعني هنحاول نعرف مكانها، بيتها فين، الكلام ده. انا تعملها ازاي ده؟ هتدي له علبه سجاير؟ ده كشك، ده علبه، ده سوبر ماركت ما عنده. هترشيه بايه يا عم انا عمال هو مرشي خلق. يا عم اسمعني بقى، انا عمال ايه افكر فيها من امبارح بصراحه وداخله دماغي وانا عايز استقر. ما اخش الشباك من بيته ولا الباب من بابه ولا يا عم مصطفى غريب، بطل تحلو بطل تحلو. ماشي يا عم بطل تحلو. انا البت عجبتني فانا عايز اروح اتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه. هتيجي معايا ولا تنيل؟ ما انا معاك في مصيبه. يلا قدامي. السلام عليكم يا رجوله. اتفضل يا باشا. لا انت اللي باشا والله. لا بقول لك عايز اسالك سؤال كده. اتفضل. كان في واحده هنا واقفه امبارح. في تعرفها؟ مش شغاله هنا برضه؟ مالها؟ مش مالها، انا بسال عليها بس. تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ تبقى اختي. يعني انت مين بقى؟ مفيش حاجه يا ريس والله. انزل ايدك بس. انا تبع مين انت؟ لا بسال والله، بس فكرتها زبونه والله عندكم طلعت اختك. انا اسف مفيش حاجه خلاص، حق عليا. فكرتها زبونه يا عم. السلام عليكم. ايه يا اسطى عملت ايه؟ يا اسطى ايه يا عم؟ ده دخلني صوته يا عم، يا اختي وبتاع، قاعد يعمل لي كده يا اسطى. كنت بتضرب معاه. ما انا يعني انا جايبك ليه يا اسطى؟ ما انت تتكلم يا اسطى. يا عم هو من البدايه كده، حتى لو داخل الباب من شقلباظه يا عم، ده شكله نسب يعر يابا، ده اخويا مش عارف ايه وبتاع، بيشدني يا عم. ده سول يابا. انا غلطان ان انا اعتمدت عليك. انا هتصرف. طب ما كنت تخش على طول بقى انت، لما انت عايز تخش البيت من بابه وخش انت اسال يا عم، بتصدرني انا ليه؟ انا هشوف هو هيروح. انا هتصرف دلوقتي. يلا يا عم انا هنطلق. اهو يا عم انا مروح. اهو يا عم بقى، بلا بلاي ستيشن بلا بتاع. ماشي يا عم ياسر. يا اسطى يا ابن الله انت يعني انا مستنيك من هنا بتجيلي من هنا. انا مش عارف لك انا عايز مني ايه؟ عرفت البيت بجد والله يا مبروك. طب ليه بقى الاحراج بقى اللي انت بتحرجني بيه بقى معاه بقى من الاول؟ يا عم خلاص كنا نمشي وراه بقى وخلاص. تعالى بس نروح البيت ونحل المشاكل دي. بص هننجز نفسنا. يلا بينا. هو ده البيت يا اسطى. هو ده؟ اه. طب احنا هنطلع كده بايدينا فاضيه؟ ما لازم. فين اهلك؟ فين الناس يا عم يلا انت معايا، انت لوحدك حمله. يا ابني حمله ايه يا ابني؟ تعالى كده ده الدور يا ابني. يا عم هو يا ابني ما اسمع الكلام. انت مش فاهمك بجد. ايوه مين؟ هو انت عايزين ايه؟ ايوه هو. البس بقى. انا عايز حد كبير هنا بس اكلمه. اخوك هنا موجود؟ كان ماسك فيا ده. ايوه مش فاهمه يعني انت عايز ايه؟ عايز اخويا يعني؟ ماشي.
يا بنوة تعالى شوف يا بنوة. صباحنا يا بنتي، جاي لك اهو. مين دول؟ مش عارفة البلاوي بتتحدف تعالى، علينا. كنت معاه الصبح في الماركت تحت. عايز ايه؟ انا ايوه، انت جايب لنا الكلام دايما. ما تضربش والله، احنا جايين في خير. عارف. خش كده يلا، كلامنا كده جوه. ما تزقش. انت وهو تعالى. خلينا نتكلم جد شويه بقى. بصراحه صاحبي اعجب باخت حضرتك وجاي عشان نتقدم لها بصراحه. وانت بقى شفتها فين بقى ولا قابلتها فين؟ وعرفت بيت ازاي؟ ولا انتوا تعرفوا بعض من ورايا؟ اتكلم انت بقى، انا مش انا دخلتك الدخله، اتكلم انت. بص يا استاذ بنو، يعني انا سالت عليكم قبل ما اجي وشفت اخت حضرتك وهي واقفه شغاله في الماركت وكده، وحسيتها حد محترم جدا وكده. فانا بس أنا عندي سؤال، يعني هو انت ليه شغال في الماركت وانت معاك شهاده كويسه والكلام ده؟ والله بص، لو مسافر ما ابويا وامي ماتوا وانا شايل مسؤوليتها، بجيب لها كل حاجه وانا اللي بجهزها وانا اللي بعمل كل حاجه. والماركت ده اللي احنا واقفين فيه ده يعني يا دوبك بياكلنا ويشربنا بس لو كان في قدام حاجه تانية كنت اشتغلت والله العظيم. بس هي جت كده نصيب. طب ماشي، حلو جدا، بس انا ممكن اساعدك بالطريقه يعني. طيب تمام. طب ايه علاقه اللي انت بتقوله ده اصلا بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ والله بص، ملهاش علاقه ولا اي حاجه، بس هي الفكره كلها ان انا من الاخر يعني حسيت ان اختك حد محترم وانا شاريها، وحسيت ان انا بايدي ان انا اقدر اساعدك باي حاجه. ايه رايك ان انت تيجي تشتغل عندي في الشركه وما تشيلش هم حاجه بعد كده، واعتبر مصاريفك والدنيا دي كلها زي الفل؟ طيب عن نفسي انا موافق، بس اهم حاجه راي اختي. لما موافقه هديها لك. صافي، ايوه في ايه؟ هو انت موافقه على الشاب اللي بره ده؟